بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتواصل زيارة وفد من المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي إلى تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين الشيوعية، وهذه الزيارة تتم بدعوة من الحكومة الصينية الشيوعية لتجميل وجه هذه الحكومة في العالم الإسلامي وتبرير سياساتها المتعنتة والظالمة ضد الشعب التركستاني. وبهذه المناسبة نؤكد على ما يلي: أولا، أننا كتركستانيين نرحب بزيارة الوفود من العالم الإسلامي إلى تركستان الشرقية المحتلة لمعرفة حقيقة ما يجري هناك، ولمعرفة السياسات الصينية التي تمارسها ضد الشعب التركستاني. أن الصين تمارس الإجرام والإرهاب ضد، وليس من المعقول أن مرتكبي هذه السياسة الظالمة يأخذ هؤلاء الوفود الذين يذهبون إلى منطقة تركستان الشرقية إلى أماكن جرائمهم مثل المعسكرات والسجون. لماذا؟ لأن كل مجرم في العالم يخفي جرائمه وآثار جرائمه. لماذا؟ لأنه خائف من عواقب الجريمة. ولذلك الصين عندما تجهز لمثل هذه الوفود تجهز مسرحية كاملة الأركان، سواء المستقبلين من التركستانيين أو المغنين أو الأماكن التي يزورها مثل هذه الوفود. كل شيء مجهز وكل شيء تحت المراقبة، وكل الذين يقابلون مع هذه الوفود إما موظفون مثلا في الجهات الأمنية أو العاملون في القطاع الحكومي الصيني في منطقة تركستان الشرقية، وحتى الطلاب كلهم تحت المراقبة. وهذه الوفود أيضا دائما تصطحبهم مجموعات من الأمن الصيني والشرطة الصينية في جولاتهم، ولذلك لن يتعرفوا على حقيقة ما يجري ما دام الشرطة الصينية معهم وتراقبهم في تحركاتهم وتنقلاتهم. والشرطة الصينية أو الحكومة الصينية هي التي تأخذهم إلى الأماكن المحددة مسبقا، هم لا يعرفون حقيقة ما يجري. ولذلك عليهم ألا يكونوا بوقا إعلاميا للدعاية الصينية ضد الشعب التركستاني وتصوير هذا الشعب بأكمله على أنهم إرهابيون ومتطرفون. لماذا؟ لأن هذه الوفود وفود مسلمة، والكلمة التي تخرج من أفواههم هم مسؤولون أمام الله عز وجل أولا، ثم أمام التاريخ، ثم أمام شعوبهم وأمام الشعب التركستاني. ولذلك على مثل هذه الوفود الحذر، كل الحذر من الوقوع في الخداع، في هذا الخداع والاشتراك مع الصينيين الشيوعيين في هذه الجريمة، وهي جريمة الإخفاء. وثانيا، إذا كانت الصين فعلا تدعي أن في منطقة تركستان الشرقية حرية كاملة وأن الناس يعيشون بسعادة وهم دائما يغنون ويرقصون، عليهم أن يفتحوا هذه المنطقة لكل الزائرين من العالم الإسلامي وغير العالم الإسلامي، حتى يعرف العالم كله حقيقة ما يجري هناك، ليس بترتيب منهم لمثل هذه الزيارات، وإنما الذي يريد أن يذهب إلى هذه المنطقة من الشعوب المسلمة أو غيرهم يذهب، هؤلاء يتجولون بحرية
ويلتقون مع الناس كما يشاءون ويتحدثون مع الناس كما يريدون. عند ذلك يعرف الحقيقة. أما إعداد مسرحية كامل الأركان بهذا الشكل لا يغطي على الجريمة في حقيقة الأمر، وإنما فقط تبريرات لسياسات غاشمة وفاشلة في منطقة تركستان الشرقية. وثالثا، عندما يتحدث مثل هذه الوفود نحن ندعو المتابعين من العالم الإسلامي والعربي أن يتابعوا حقيقة ما يجري هناك عن طريق صحفيين الأحرار الذين زاروا المنطقة سابقا، سواء برنامج جو خطاب، خالد صديق مثلا، أو غيرهم من الصحفيين والزائرين الذين ذهبوا بعد عام 2017 سواء عام 2019 2021 وقدموا شهاداتهم وصوروا حقيقة ما يجري هناك. كيف كان الوضع؟ كيف كان الوضع في عام 2016 مثلا؟ مسجد عيد كاه في عام 2016 كان المصلون حسب هذه الصور لا يقل عددهم عن 40,000. أين هؤلاء الناس؟ لماذا هذه المساجد أصبحت خالية بهذا الشكل؟ لأن كثير من المساجد مغلقة، وإما مهدمة مخربة ومحولة إلى مراقص وحظائر، ولذلك يخفون هذه الحقيقة وفي نفس الوقت يكشفون عن متاحف أو غيرها من الأماكن المعدة حتى يشوه صورة الشعب التركستاني لدى الزائرين. ولذلك على المتابعين ألا ينخدعوا مثل هذه التصريحات، وإنما يعرفوا الحقيقة عن صحفيين الأحرار والمستقلين وشهادة الشهود الذين أكدوا في شهاداتهم ما تعرضوا من الظلم والعدوان على ذاتهم وعلى عقيدتهم في سجون الشيوعية وفي مراكز الاعتقال في تركستان الشرقي. وثالثا، على كل زائر وإنما يلتقي بالناس هناك في الداخل التركستاني ويلتقي بالتركستانيين في الخارج لأنهم أحرار يتحدثون بحريتهم، أما في الداخل التركستاني يخاف الناس على حياتهم، ولذلك كثير منهم قد لا يستطيعون التصريح بما يعانيه من الظلم والتنكيل. ورابعا، على هذه الوفود عدم إعطاء الصين أي مبرر لجرائمه دون الاستماع للضحايا، ضحايا الاعتقال وضحايا التعذيب وضحايا الإعدامات. عليهم أن يستمعوا على الطرفين وليس على طرف واحد فقط، كأنهم يتحدثون باسم الحكومة الصينية. ليس هذا العدل، وإنما العدل والإنصاف أن يستمع كل عاقل إلى طرفي القضية حتى يعرف الحقيقة. فهناك تقارير دولية موثوقة، تقارير من منظمات حقوقية وخصوصا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لأن هذه التقارير أصدروها اعتمادا على زيارات ميدانية واعتمادا على شهادة الصحفيين الذين زاروا المنطقة واعتمادا على شهادة الشهود الذين قدموا شهادتهم بعد الإفراج عنهم من سجون الصين الشيوعية الغاشمة، واعتمادا على التسريبات التي سربت من الأجهزة لدى الشرطة الصينية. وهناك آلاف الصور للمعتقلين والمقارنات، حتى الشوارع والأسواق والمدن تكشف ما جرى في منطقة تركيا. كل إنسان عليه أن يقارن كيف كان الأسواق في منطقة تركستان عام 2010 2013 2015، أسواق حيوية وممتلئة بالناس من كافة الأعمار والأجناس. أين هؤلاء الناس هذه الأيام؟ الشوارع خالية والمدن خالية،
والأسواق خالية. كل هذا يبين صدق هذه التقارير. ومحكمة الشعب وحكم محكمة الشعب التي صدرت من محكمة مستقلة في بريطانيا، وهؤلاء القضاة لا يجاملوننا كتركستانيين، هم ينظرون إلى الحقائق والدلائل، ومن ثم أصدروا هذا الحكم. ولذلك على المتابع والمهتم لقضية الإسلام ولقضية الإنسان كإنسان عليهم أن ينظروا ويقرأوا مثل هذه التقارير وشهادات الشهود حتى يعرفوا الحقيقة، وليست مجرد كلام من هنا وهناك يبررون هذا الظلم وهذه الجريمة. ونحن كاتحاد علماء تركستان الشرقية ندعو العلماء في العالم الإسلامي، سواء العلماء في المؤسسات الرسمية في الدول العربية والإسلامية أو العلماء المستقلين، على الجميع أن يلتزموا بالحق وأن يلتزموا بالعدل وأن يقدموا الشهادة لله. الله عز وجل هو الذي علمنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. على العلماء والمفكرين أن يضعوا هذه الآية في نصب أعينهم. وثانيا، على كل متحدث أو كاتب يكتب عن قضية تركستان الشرقية عليه أن يحذر كل الحذر من شهادة الزور التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ولذلك على كل مسلم أن يتحدث بالصدق وأن يقدم الشهادة بصدق، ولا يجامل في تقديم هذه الشهادة هذه الجهة أو تلك، لأن كل إنسان مسؤول أمام الله عز وجل عن كل قول وعن كل فعل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. على كل مسلم أن يقف مع قضية تركستان الشرقية بكل الإمكانات المتاحة، سواء بنشر الحقيقة بين المسلمين أو بالدعاء لهم عن ظهر الغيب أو بمقاطعة البضائع الصينية حتى يكون له سهم في نصرة هذه القضية. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.